لو انت بقيت تحس ان مخك بقى عامل زي مصفى المكرونه، المعلومه بتدخل من هنا وتطلع من هنا، اطمن، انت مش زهايمر، انت بس عايش في 2024. لو خرجت من البيت وسالت نفسك هو انا قفلت البوتاجاز ورجعت لقيته مقفول، او دخلت السوبر ماركت علشان تشتري لبن وخرجت بعرض 3 في 1 ونسيت اللبن، يبقى الفيديو ده معمول عشانك. خليك معايا ال6 دقايق دول، ولو في الاخر لقيت نفسك لسه فاكر الجملتين اللي انا لسه قايلهم، يبقى احنا كسبنا معركه النهارده. يلا بينا نبدا، وتعالوا نعترف باول حاجه. احنا بقينا بننسى حاجات غريبه قوي. تفتح الموبايل علشان تعمل حاجة مهمة جدا، وبعد 4 دقايق تلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات قطط، وتيجي تسأل نفسك هو أنا فتحت ليه؟ المصيبة مش إنك نسيت، ده المصيبة إنك مش فاكر إنك نسيت. ولو أنت من الناس اللي أنت بتدور على الموبايل وأنت ماسكه في إيدك، ما تقلقش، ده إحنا عيلة واحدة. طيب السؤال المهم، هو إحنا بقينا بنهبل ولا مخنا بيودعنا واحدة واحدة؟ لا يا سيدي، مخك زي الفل، بس هو زهقان منك شويتين. والله في دماغك في موظف أرشيف اسمه هيبوكامبس، موظف غلبان اسمه صعب شوية، غالبا موظف طلياني. انت كل يوم بتبعت له اشعارات، ريلز، اخبار، مقارنات، توتر، تفكير زيادة، فلما بتسأله عن مكان المفاتيح بيقول لك مش أولوية. مخك يا صديقي بيشتغل بنظام اسمه سيلكتيف اتنشن، يعني الاختيار الانتقائي، يعني من نفسه بيحدد ايه المهم وايه اللي يترمي في الزبالة. علشان كده ممكن تفتكر تشكيل ريال مدريد في 2002 وتنسى ركنة العربية فين. ده مش علشان العربية مش مهمة، ده لأنك لما كنت بتركنها كنت بتفكر في 13 حاجة تانية. مخك مش بيخونك، هو بس بيختار، وممكن يكون بيختار غلط. نيجي بقى للحظة اللي بتقول فيها هو أنا مالي، مش حاضر كده والكلمات بتقع مني والحروف بتلف على بعضها. ده يا صديقي اسمه برين فوج أو ضباب الدماغ. تحس كده إن مخك فاتح في وضعية توفير الطاقة، قلة نوم، توتر، مالتي تاسكينج، يعني فاتح 48 تاب في دماغك كأنك جوجل كروم. طيب نعمل ايه بقى قبل ما نبيع المخ ده مستعمل؟ اول حاجه تعملها تكلم مع نفسك، يعني وحضرتك بتقفل الباب قول لنفسك انا بقفل الباب اهو يا حكومه. ايوه كلم نفسك، ما تخافش، محدش هياخدك على العباسيه. انت لما بتكلم نفسك بالطريقه دي المخ بيسجل الحدث بالصوره والصوت كمان. تاني حاجه، لو بتنسى اسامي اربطها بصور غريبه، يعني مثلا لو تعرف حد اسمه سلطان اتخيله لابس تاج كده وقاعد والجواري حواليه في واحده تويوتا ميكروباص. المخ بيعشق الهبل المنظم. تالت حاجه بقى تمرين ال10 ثواني. قبل ما تخرج من المكان اللي انت فيه اقف كده وتنح ولف بعينك في المكان لمده 10 ثواني. الحركه دي بتعمل ابديت للسيستم بتاع سيادتك. لو وصلت لهنا ولسه مركز يبقى مخ سعادتك قابل للتطوير. سيادتك بقى تعمل اشتراك في القناه مش علشاني، ده بس علشان نثبت لليوتيوب ان المحتوى الطبي احسن من فيديوهات القطط اللي كلت دماغك من شويه وافقدتك تركيزك. ولو شفت حد في سكتك بيقول هو انا كنت عايز اعمل ايه، ابقى ابعت له الفيديو يمكن تنقذه قبل ما ينسى اسمه. في النهايه انت مش ضعيف، انت مش بتبوظ، انت بس محتاج تهدى وتفهم ان مخك مش عدوك، هو بس محتاج من سيادتك تقلل الضوضاء. بيني وبينك في الكومنتات ابقى احكي لي اغرب حاجه نسيتها كانت ايه. واهم سؤال بقى، هو انت فاكر اول جمله في الفيديو؟ لو فاكرها يبقى النسيان مش قدك، ولو ما اشتركتش في القناه يبقى النسيان منعك. بالمناسبه انا برشلوني بامتياز وما بحبش ريال مدريد. سلام يا ابطال.